السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي مجلة سكوتر أليكس، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بنبدأ سلسلة جديدة زي ما انتم شايفين، اسمها بالورقة والقلم. طبعا انتوا عارفين ان احنا لسه بادئين، فبنحاول نستغل الامكانيات يعني اللي معانا، بحيث ان احنا نوصل لكم الفكرة بأبسط شكل. أرجو الفكرة ان هي تعجبكم، ويلا بينا نبدأ على طول. حلقتنا النهاردة بنتكلم لو أنا معايا رينج من 20,000 ل30,000 وعايزة أشتري حاجة جديدة، إيه الخيارات اللي قدامي؟ وأهم من كده، إيه العيوب بتاعتها قبل ما تكون إيه هي مميزاتها؟ يلا بينا نشوف كده إيه الخيارات اللي قدامنا ونقدر نشتريها. رينج يعني من 20 ل30,000، يعني زيادة شوية أو أقل. يلا بينا. طيب أنا لو معايا رينج مثلا من 21,000، يعني زيادة شوية أو تنقص شوية حسب طبعا السوق والمعرض، فأنا هيكون الخيار قدامي هو حوا R8 من شركة حوا. هو سكوتر طبيعي جدا بيأدي الغرض منه، مش هقولك إن هو أفضل حاجة في الدنيا، لكن لو صينته واهتميت بيه مش هتشتكي منه. لكن يظل ان هو فيه بعض العيوب طبعا، زي الفرامل الواير، وديت حاجة طبعا يعني قديمة نوعا ما. كمان برضو ان السكوتر خامته مش احسن حاجة نوعا ما، الفبر بتاعه نقدر نقول ان هو مش احسن حاجة، وكمان ساعات بينقص في السوق. طيب انا لو عليت بالفلوس شوية وقدرت اوصل مثلا لرينج ال25 26، ممكن تزيد شوية او تنقص، فانا هيكون قدامي نجم من نجوم حوا. هيكون يا اما مارينو سبورت يا اما مارينو كلاسيك. والاسكوترين دولت بالاخص لما نزلوا عملوا شغل جامد جدا جدا لاسم حوا. الاسكوترين دولت لما نزلوا ما كانش يعني نوعا ما في منافسة، يعني كانوا هم من السكوترز الموجودة اللي سعرها قليل، وكانت بتقدم قيمة كويسة. خصوصا ان السكوترز ديت نازله اتنين مساعد امامي اتنين مساعد خلفي، كمان نظام التبريد بتاعها هوا، كمان هتلاقي ان هي فيها فرامل CBS، وديت كانت ميزه رهيبه جدا مش موجوده في المنافسين التانيين اللي اغلى منها. كمان هنلاقي ان السكوتر شكلها كويس، لكن برضو يظل نفس العيب اللي بتعاني منه دايما شركة حوا، ألا وهي نقص قطع الغيار، وبالأخص في المارينو سبورت والكلاسيك هتلاقي فيه نقص في الفبر. طيب أنا لو أنا قدرت طبعا ان انا ازيد شويه في الفلوس، فهيكون عندي الاكس ماكس، وبيوصل الرينج بتاعه يعني من 29 ل30. نقدر نزود شويه او نقدر ان احنا نقلل شويه، يعني حسب المعرض او حسب طبعا يعني وقت العمله ده، يعني حسب السوق. الاكس ماكس بصراحه لما نزل يعني ما جاش منه شكاوي كتيره، كان سكوتر كويس جدا. كان العيب الوحيد اللي الناس اشتكت منه هو خرطوم البنزين، يعني ودي مشكله تقدر تحلها في 5 دقايق، خرطوم ب5 جنيه. الاكس ماكس بصراحة لما كمان نزلت منه دفعة جديدة، نزلت معدلة نزل فيها تحسينات، فنقدر نقول ان هي نهت على المشاكل اللي كانت في الدفعة الاولى. كمان نزل كيلس، اتنين مساعد امامي اتنين مساعد خلفي، الجنود بتاعته 16، ودي ميزة كويسة جدا. والسكوتر ده بالاخص بينافس سكوتر معين ومشهور جدا في فئة تانية، نقدر نقول انه اغلى منه بحوالي 5 او 6 او 7 آلاف جنيه كمان. بل بالعكس ان الاكس ماكس يعتبر هو اعلى فنيا منه. كمان ان الاكس ماكس الجنود بتاعته هنلاقيها ان هي جايه جنود مدعمه، فرامل CBS، هنلاقي فيه كماليات زيه زي المارينو سبورت، USB، انوار ليد، ودي طبعا ميزه بتميز السكوترز اللي نازله من حوا، انك بتلاقي فيها اوبشنز حلوه جدا. طيب انا لو قدرت طبعا اعلى بقى بالفلوس يعني، وقدرت اوصل لرينج ال 33، هيكون قدامك الخيار الوحيد الاوربت. وطبعا انا شايف ان الاوربت مش افضل خيار تقدر تجيبه، خصوصا ان انت عندك اتنين منافسين قويين جدا بيقدموا قيمة فعلا اكتر من سعره. ولو جينا قارنا مثلا بالاوربت او الاوربت مثلا بالمارينو فهنلاقي عفوا، فهنلاقي مثلا ان ان المارينو اتنين مساعد امامي اتنين خلفي، لا هنا مساعد واحد. هنلاقي هنا كماليات، هنلاقي هنا فقير جدا في الكماليات. هنلاقي هنا مثلا الانوار ليد USB، وهنلاقي طبعا فرامل CBS. هنا هنلاقي لا الفرامل واير. ففي الحاله ديت انا اقدر اقارن اوربت 2 بحوا R8، خصوصا ان هم متشابهين جدا في حته الفرامل، في الوزن، بس طبعا مع اختلاف السعر. ففي الحاله ديت انا مش هرجح طبعا الاوربت 2، ولو معايا رينج مثلا من ال20 ل30، هيكون الخيار الاساسي امامي هو هيكون الاكس ماكس او هيكون المارينو سبورت. طبعا قدامك المارينو سبورت او الكلاسيك حسب يعني ما انت بتحب الشكل. أرجو تكونوا استفدتم بالحلقة بتاعتنا، وأرجو تكونوا سلسلتنا بالورقة والقلم تكون مفيدة ليكم. ألف شكر على متابعتكم، وأرجو تكونوا استفدتم. مع ألف سلامة.